الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فعلا البصر بينقلب صاغر. يا ترى هي دي السماوات ال7 اللي احنا حكينا عنها؟ ربنا بيقول الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. 7 سماوات طباقا، يا ترى هي دي ال7 سماوات اللي حكينا عنها، ولا اللي اتكلمنا عنه ده كله واللي على مدى الشوف بتاع الأجهزة بتاعتنا هو سماء واحدة؟ ما حدش لسه قدر يحل لغز ال7 سماوات، والفلك ما يعرفش إلا السماء اللي حكيناها دي، ما يعرفش إيه سر ال7. ولو إننا قدرنا نعرف حكاية 7 ألوان الطيف و7 درجات السلم الموسيقي و7 أحزمة الإلكترون حوالين الذرة و7 شهور الجنين ضرورية لاكتماله وال7 بقرات سمان وال7 بقرات عجاف وال7 سنابل وال7 أيام في الأسبوع، ثم الاستواء العرشي لله سبحانه وتعالى في اليوم السابع. فالحقيقة 7 دي رقم غريب لازم فيها سر، والأرقام الحقيقة لها أسرار. احنا مثلا لما نشوف رقم 1 نلاقيه رقم 1 يحتوي على جميع الأرقام جواه، ممكن تجزئته إلى ما لا نهاية، نص وربع وخمس وسدس وسبع، ينقسم جوه إلى جميع الأرقام يحتوي عليها، وقابل للقسمة إلى ما لا نهاية، مع إنه هو نفسه نهائي ينتهي. ثم بنلاحظ أيضا إن بديهيات الحساب في الجمع والطرح والضرب بنولد بيه من غير تعليم. الواحد بيتولد يعرف إن 1 زائد 1 يساوي 2، دي بديهية بنتولد بيه. وأيضا الحروف أسرار. الأبجدية واحدة في جميع اللغات، الألف ب ABC ABC في جميع اللغات الأبجدية واحدة. ثم الألف المستقيمة دي احنا ممكن نلويها ونتصرف فيها فنعمل منها جميع الحروف، مرة نعملها كده تبقى ب، مرة كده تبقى ج، كله من الألف، تمام زي ما طلعنا جميع الأرقام من الواحد. ثم من الحروف والأرقام بتتكون كل آداب الإنسان وعلومه. وفي القرآن حروف مقطعة ما زالت إلى الآن أسرار، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، محدش يعرف من المفسرين إيه معناه. وبين الكاف والنون نشأ العالم كن فيكون. الحروف أيضا أسرار. وبعدين احنا نستعجب إن تطابقات بين لغات مختلفة وبعيدة كل واحدة نشأت في حتة. يعني مثلا الكهف بالعربي كيف بالإنجليزي، كاف بالفرنساوي، كافا بالإيطالي. إيه سر التشابه العجيب ده؟ وهكذا أشياء كثيرة. كفر بالعربي معناها حجب أو غطى، والكافر اللي حجب نعمة ربه وأنكرها. وفي الإنجليزي كفر، حتى بنقول كفر بتاع الكورة، كفر برضو بالإنجليزي يعني يغطي. وكثير من المسائل دي لما ندرس اللغات نجدها يعني تطابقات غريبة. ازاي حصلت التطابقات دي مع ان لغة طلعت فين في انجلترا ولغة في القحطان في الجزيرة العربية ولغة ازاي؟ طبعا سر ان منشئ اللغات سبحانه وتعالى كلها هو الله. فزي ما قلنا الحروف اسرار. كمان ساعات تلاقي الحرف له دلالة، زي الحاء مثلا تلاقيه موجود في كل استخدامات الحادة السخنة، حر، حرب، حب. فبرضه يعني فالحروف زي ما قلنا أسرار. النفاري بيقول تعرف سر الحروف يختبل عقلك، تعرف سر الحروف يختبل قلبك، يختبل قلبك. بلاش نخش في الأسرار دي لحسن يختبل القلب ويختبل العقل.